هبطل بقى اشرب من البحر وكده، وكوبايات العلم البسيطه دي هقدر ابطل اخدها ولا لا؟ لا يعني عايزه اوصل لمرحله لا ادمانيه، اني انا ممكن الانسان يوصل لمرحله الادمان للعلم على فكره، ويفضل يشرب 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 وتخيل ان هو مش قادر يشبع. وفي مراحل معينه بتعدي بيها وانت بتتعلم، انك بتحس ان انت خلاص دلوقتي انا محتاج اهضم اللي انا خدته عشان اعرف اطلعه. لا ادمانيه. طب هتوقفي امتى طيب؟ خشي يا حبيبتي اعملي اكل ولا حاجه، يلا اكلي عيلتك، تعلمي طبيخ مثلا ولا حاجه، برضه هتتعلمي مفيش فايده. لا حول ولا قوه. ما انا بقول لهم الخير، بقول لهم حاجه كويسه، بقول لهم ان انا عندي هدف، ان انا استوعب ان مش لازم اكون افضل اخد في حاجات كتير قوي واعلم نفسي حاجات كتير قوي، لاني خلاص فهمت ان كل واحد فينا محتاج يبقى واثق في الحاجات اللي عنده وفاهم وقادر ان هو يوقف في وقت معين. اوكي، عشان كده انا بعمل لهم الفيديوهات دي النهارده، بالراحه عليا، في تراحم شويه. المرحله دي تاخد وقت طويل شويه، لانه الانسان لما بيتعلم بيجي عليه وقت كده بتلاقيه قاعد ماسك كده عارفين لما تبقوا انتوا طايرين بالطياره، بس الطياره بدات يعني تطير جامد قوي 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 قوي، فانت حسيت ان انت عايز تمسك كده في الكرسي لا لا، انا مش عارفه انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، يعني ايه ده؟ كل دي حاجات انا معرفهاش، او كل دي حاجات انا كنت فاكره ان انا عارفه كتير وانا معرفش حاجات خالص تقريبا. فده الاحساس اللي بيجيلك، انه عايز توقف شويه، اللي هو اوكي العلم كتير الحمد لله، حاجات كتير انت متعرفهاش. وفي لحظه تانية بتعدي عليك بتاعت هما الناس عارفين الكلام ده؟ يا منى طب انت هتعملي الكلام ده ليه؟ هتقولي الكلام ده ليه في الفيديو؟ ما الناس ممكن تبقى عارفاه. خلاص لحظه تانية بقى اللي هي بتاعت ايه ده؟ هي الناس ازاي مش عارفه الكلام ده؟ طب هي المفروض تكون عارفاه. طب ما تطلعي تقولي يا ماما مالك في ايه؟ مكسوفه من حاجه ولا ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي اتكلمي، قولي يا ماما متخافيش. في مراحل مختلفة من التعلم بتبقى عندك كبني آدم، بس اللطيف ان انت ممكن تاخد وقت طويل جدا في انك تابلاي بقى تاخد اكشن، وفي وقت تاني ممكن تاخد اكشن على طول، حسب برضو الاو مومنت اللي انت توصل لها، حسب ايه ده. دي لو كانت كبيرة قوي غالبا هتبقى صدمتك في ان انت لا تعلم كبيرة قوي فتبدأ تسكت، حالة صمت، وبعدها بشويه تبدا تدرك انه اتس اوكي خلاص تمام، قادر دلوقتي، يلا يا معلم اركب القطر اتحرك. وبعد ما تتحرك مهم قوي انت تفتكر انك هتوصل لمحطه هتوقف القطر، بس عندك محطه تانية هتوصل لها بعدين، ودي مش اخر الطريق، وان اخر الطريق هو اخر يوم في عمرك. هتقعد طول عمرك تتعلم، هتتعلم حاجات مفيده وحاجات مش مفيده من وجهة نظرك، ولكن كل حاجة بتيجي في جيوبك وفي شنطتك اللي على ظهرك هي في الآخر مفيدة، هيطلع لك فايدة فيها منها في يوم من الأيام، هتلاقي نفسك فجأة بتطلع كده ايه ده ثانية واحدة، ايه ده؟ دي حاجة كانت موجودة عندي في شنطتي من وانا عندي 16 سنة مثلا. هي دي الدنيا، تعلم وكمل تعلم وما تخليهاش تعلم فيك.